مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده الفيديو بتاعنا هنعمل فيه 3 وصفات باللحمه المفرومه، ال3 احسن من بعض وبجد حلوين جدا. هنعمل مع بعض البفتيك والسجق، وهنعمل وصفه كفته كده في الفرن بطريقه جديده ان شاء الله. الوصفات تعجبكم وتاخدوا كده منها افكار وتجربوها، وانا متاكده ان شاء الله ان هي هتعجبكم جدا. فيلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونحط لايك للفيديو ونشترك في القناه، وما تنسوش بقى كومنت حلو منكم كده عشان تشجعوني. ويلا نبدأ مع بعض. أول حاجة هنعملها، هنعمل وصفة الكفتة دي. آه، بصوا المقادير سهلة وبسيطة جدا. توم، فلفل، وبصل. هنعمل مع بعض المية بس كده اللي احنا يعني هندهن بيها الصاج بتاع الكفتة. هي عبارة عن ملح وشوية بس بسيطة كده من الشطة، لو مش حابين ما تحطوهاش، وشوية كده من الفلفل، والسبع بهارات أو بهارات اللحمة شوية برضو كده ايه بسيطة، وبابريكا. تمام، وهنزودها كده نص كوباية أو ربع كوباية من المية، وشوية بسيطة برضو من الزيت، يعني معلقتين 3 كده من الزيت. هنقلب كده الخلطة دي كده مع بعض ونسيبها بقى على جنب. ونشوف هنعمل بيها ايه. ال الوصفة دي بنص كيلو بس من اللحمة المفرومة. عايزين تزودوا مفيش مشكلة خالص، بس لما تيجوا تجربوا أي حاجة جديدة جربوا بس كده في ايه، في كمية بسيطة. بس أنا متأكدة إن شاء الله إن هي هتعجبكم. حطيت هنا البصل وحطيت الفلفل الأحمر وحطيت فص بس من التوم، وهضرب الخضار ده كويس جدا مع بعض الأول قبل ما أحط اللحمة المفرومة. فرمته اهوت في الكبة، وهبتدي ان انا انزل اللحمة المفرومة. اللحمة دي فيها نسبة كده من الدهون، بس لو اللحمة عندك حمرا مفيش مشكلة خالص برضو هتنفع معانا، بس لما اللحمة بيبقى فيها نسبة كده من الدهون بتبقى طعمها احلى. تمام، يبقى انا حطيت كده الخضار وحطيت اللحمة المفرومة. هحط بقى عليها معلقتين كده من الفيجيتار او البقسماط الناعم. تمام، واحط بقى الملح، ونص معلقة كده من الفلفل الأسمر، وهحط ربع معلقة كده من السبع بهارات أو بهارات اللحمة، ورشة بسيطة برضو كده من جوز الطيب. حاجة بسيطة جدا يعني. تمام كده حطيت كل البهارات. ممكن نحط برضو كده ربع معلقة من البيكنج باودر، وهضرب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده علشان الخضار يعني يتجانس كده مع اللحمة المفرومة. وكله يبقى ايه قطعة واحدة، ما يبقاش فيه حاجة باينة. حطيت شوية كده بسيط، يعني يا دوبك معلقة من الزيت، وحطيت كمان دي افتكاسة من عندي، مش عارفة انا حطيت بابريكا ليه، بس حسيت ان اللون بتاعها كده ايه يعني يعني مش محمر كده فحطيت كده معلقة من البابريكا، ممكن تستغنوا عنها. جبت الصاج اهوت ودهنت من الخليط اللي انا قلت لكم عليه اللي احنا عملناه في الاول. دهنت الصاج كله، وهبتدي بقى ان انا افرد اللحمه بتاعتي اهيت في الصاج. دي بتبقى سهله جدا بقى، يعني لو مستعجله هتخلص معاكي في ربع ساعه. بصوا ما شاء الله الخليط اتضاعف كده ازاي، يعني النص كيلو اللحمه بقى كميه. دهنت ايدي كده من الميه اللي احنا متبلينها دي، وهبتدي ان انا افرد اللحمه في الصاج. انا كنت هفردها كلها، بس حسيت ان السمك بتاعها هيبقى رفيع قوي، فما حبيتش ان انا ايه ارفعها، لان كده كده هتكش في الفرن. فحبيت يبقى السمك بتاعها تخين شويه. فاعملي حسابك كده برضو ان هي اللحمه بتكش في الفرن. بالسكينه بقى كده هقطع بالطول، هقطعها كده بالطول وبعدين بالعرض بس. وبكون مشغله عندي الفرن، بحطها في الرف الوسطاني كده. اول ما تتشمع كده من تحت بقوم مولعه عليها الشوايه. بصوا كده بطرف المعلقه بعمل كده يعني شكل كده، بس ممكن ما تعمليش الحركه دي عادي يعني.
تمام. دخلتها بقى الفرن وقطعت بطاطس. هنعمل بطاطس حلوه جدا. بصوا انا بحب اسلق البطاطس قبل ما احمرها، فسلقت البطاطس بشويه خل كده وملح وهحمرها. تعالوا بقى نعمل كده البطاطس بطريقه حلوه جدا. جبت صينيه عندي وقطعت كده بصله جوليان، وكان عندي كده بقدونس وكزبره، قطعتهم برضو صغير كده. وهبتدي ان انا اتبلها بقى بملح وفلفل وكزبره، شويه كمون، ويا بقى لو عندك سماق بيبقى حلو جدا. ودعاكي بقى البصل مع الخضره مع البهارات دي. وعملت طبق من السلطه، ودي الميه اللي احنا كنا عاملينها. انا خلصت خلاص بيها. فقلت بدل ما تترمي حرام، قطعت فيها فص كده من الثوم، وعصرت عليها ليمونه وحطيتها بقى تبقى ايه على السلطه. البطاطس اتحمرت عندي وطلعتها، حطيتها على الخلطة اللي احنا عاملينها بتاعت البصل والبقدونس والكزبرة دي، بتبقى تحفة. ويا بقى لو فحماية بقى كده تبقى حلوة جدا. قلبتهم مع بعض وسبتها على جنب. كانت الكفتة عندي اهي زي ما انتم شايفين، كانت ريحتها رهيبة، ما اخدتش وقت خالص في الفرن. وكانت استوت وبقت قمر وحلوة جدا. جبت صينية فردت عليها عيش، وحطيت فيها بقى عليها البطاطس بالبصل، ورصيت عليها بقى الكفتة. عايزة اقول لكم حاجة جديدة كده، وعلى فكرة سريعة جدا، مش هتصبعي ولا حاجة، يا ريت يعني يا دوب بس هتفردي الكفتة وتقطعيها وتحطيها بس في الفرن. عملت شوية برضو طحينة. عايزة اقول لكم الاكلة دي يعني ما كملتش معايا ساعة، وكانت حلوة جدا. تعالوا بقى لتاني وصفة، وهي البفتيك الكداب. الوصفة دي حلوة جدا، بس ما تنسوش بقى تحطوا لايك لو وصلتوا معايا لحد الوصفة التانية. نص برضو لحمة مفرومة، عندي بصلاية، فصين توم، وعندي بيضة. بصوا المكونات سهلة جدا وبسيطة، وأي حد يقدر يدخل يعملها، وهتطلع معاكم ناجحة من أول مرة وحلوة جدا وموفرة قوي. عايزة اقول لكم بترمي كمية، انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو الكمية اللي هتطلع. صلي على محمد. نص كيلو بس لحمة مفرومة عليه الصلاة والسلام. عندي البصلة وفصين التوم اهو، هضربهم الاول كده في الكبة. اي خضار قبل ما تحطي اللحمة المفرومة اضربيه الاول في الكبة قبل ما تضيفي اللحمة المفرومة. ضرب كويس اتفرم اهو. هحط بقى اللحمة عندي، وهحط عليها بقى البيضة، واحط بقى البهارات، ملح، فلفل. بصوا البهارات بتبقى ثابتة في كل يعني بنزود حاجات بسيطة، يعني ملح وفلفل ورشة جوز الطيب برضو. لو مش حابين تحطوها ما تحطوهاش. حطيت معلقتين كبار من الفيجيتار، انا بجيب الفيجيتار ده سايب من العطار، بيبقى حلو جدا. وحطيت برضو الملح. ضربتهم كده كويس مع بعض في الكبة. بنضربهم كويس جدا لحد ما البصل يختفي خالص مع اللحمة. فضيتهم اهوت في طبق. ويفضل كده قبل ما تشتغلي فيها ان انت تحطيها تتشمع بس في التلاجة بس نص ساعة. لو مستعجلة ما فيش مشكلة، ما تحطيهاش في التلاجة. يلا نحضر عندنا بقى ايه. الطبق دوت فيه بيضاية، وفيه ربع كوباية كده من اللبن، وشوية ملح وشوية فلفل. وعلى فكرة ممكن تستغنوا عن الخطوة دي. أنا ساعات لما مش بيبقى عندي بيض ولبن بعمل دقيق مع نشا مع شوية مية. ودي اللي احنا هنعمل بيها الكفر بتاع البفتيك. تمام. بس انا كان عندي فحطيت البيض واللبن، وجبت هنا طبقين، حطيت في طبق دقيق يعني كوبايه من الدقيق كده، عليها معلقتين من النشا، والطبق التاني فيه فيجيتار. تمام. هبتدي بقى ان انا ايه اشكل اللحمه عندي. بصوا يعني دي طريقه اسهل شويه من طريقه الكيس. انا طبعا عملت في فيديو قبل كده البفتيك بالكيس، ان احنا بنبطط البفتيك او قطعه اللحمه في الكيس. بس لقيت الطريقه دي يعني اسهل شويه. فبشكل اللحمه وبعدين بحطها في الدقيق والنشا، وبعدين البيض واللبن، وبعدين بطلعها بحطها في الفيجيتار. شكلوها بقى زي ما انتوا عايزين، مدورة الشكل اللي انا عاملاه دوت بيضاوية، اي حاجة يعني اللي انتوا حابينه
اهو باخد القطعة بتاعة اللحمة احطها في الدقيق والنشا، وبعدين البيض واللبن، وبعدين الفيجيتار. كنت راصة كيس كده، كنت حاطة كيس على الصينية وعملت معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي. بجد ما شاء الله، يعني دول نص كيلو لحمة مفرومة. يعني بيعمل معاكم كمية حلوة جدا. وعلى فكرة حجم القطعة يعني ما شاء الله حلو، يعني مش صغيرة، وبعدين تخينة مش رفيعة، فبتبقى حلوة جدا. لو اديتي لكل فرد قطعتين هيبقى حلو جدا. فهقسمهم بقى على اطباق، بس طبعا قبل ما بقسمهم بحط الصينيه دي في الفريزر بس كده تتجمد شويه، علشان ما يلزقوش في بعض لما باجي انقلهم لاطباق. ما يبقوش ملزقين في بعض، يبقى كل واحده كده ايه، ماسكه نفسها. فما شاء الله بصوا، يعني طلعت معايا كميه محترمه جدا. هبتدي بقى ان انا اجيب الاطباق دي واحط على كل طبق كده كيس، وبقسمها بقى على حسب عدد افراد اسرتك. بتقسمي بقى على 3 اطباق، على طبقين، على 4 زي ما انا عملت. براحتكم بقى خالص. وتفرزيها بقى وبتطلعيها من الفريزر على زيت متوسط، يعني ما يبقاش سخن قوي علشان تستوي برضو من جوه، يعني ما بتاخدش اصلا وقت. على زيت متوسط واقليها. بتعمليها بقى مع مكرونه، بتعمليها سندوتشات، بتبقى تحفه وحلوه جدا. يلا بينا بقى على تالت وصفة، متنسوش تحطوا لايك. وهي السجق. يعني من الحاجات التحفة اللي أنا بحبها جدا، وبحب أعملها في البيت. ما بحبش طبعا أجيب سجق من بره نهائي، بتبقى حاجة مضمونة. وعلى فكرة طريقته بسيطة وسهلة جدا، هتشوفوا معايا في الفيديو قد إيه طريقته بسيطة وسهلة. وبرده من نص كيلو لحمة مفرومة، عايزة تزودي براحتك خالص، بس لو أول مرة هتعمليه اعمليه في نص كيلو بس الأول، وجربيه الاول وشوفيه. بس انا متاكده ان هو هيطلع معاكم حلو جدا. عندي الاساسي، عندي توم وفلفل احمر اللي هو الرومي ده، وفلفل حار لو حابين. بس انا هنا زودت التوم شويه، يعني قللي التوم كده شويه. على نص كيلو حطي مثلا 4 فصوص من التوم، حجم وسط كده. تمام. هحط في الكبه الفلفل ده هو اللي هيديله اللون الاحمر. فده اساسي معايا. تمام. الفلفل الأحمر والثوم والفلفل الحار. ماشي. هضربهم كويس جدا في الكبة. طبعا الكبة دي يعني ايه، ما شاء الله اللهم بارك، هي الأساس معايا في كل الوصفات. فلو عندك هتسهل عليكي حاجات كتيرة قوي. فرمتها كويس قوي. عايزة اقول لكم ريحة الفلفل مع الثوم رهيبة. طبعا اللحمة يفضل ان هي يبقى فيها نسبة كده من الدهون. احط بقى اللحمة المفرومة على الخلطة دي. بأساسي معايا الفلفل الأحمر والبهارات بتاعة السجق، ودي بتتجاب من عند أي عطار. هضربهم بقى مع بعض، بس هحط الأول البهارات. حطيت معلقتين كبار من بهارات السجق، ونص معلقة كده من البابريكا، ولو اني مش ما كنتش محتاجاها يعني. وشوية من بهارات اللحمة، وربع معلقة من البيكنج باودر، ومعلقة من الملح، وربع معلقة من الفلفل الأسمر. تمام. وهضربهم بقى كويس جدا مع بعض. يعني لو رحتي عند اي عطار قولي له عايزه ب5 جنيه بس بهارات سجق، هيديكي شويه كده حلوين، يعني يعملوا معاكي مرتين لو هتعملي نص كيلو. بصوا بقى لونها رهيب، وريحتها مش قادره اوصف لكم ريحتها حلوه قد ايه. كان عاجبني لونها قوي، وريحتها كانت فظيعه. هفضيها كده في طبق. زي ما قلت لكم، مستعجلين اشتغلوا فيها على طول، مش مستعجلين يفضل ان انتوا تسيبوها كده في التلاجة نص ساعة بس كده ايه تمسك نفسها. انا حطيتها في التلاجة، و يعني كنت عاملاها الصبح، وابتديت ان انا اشتغل فيها كده على العصر. جبت الطبق الصينية، وفردت كيس تلاجة كده فتحته. وهبتدي بقى اجيب القمع. قمع ايه، لا الكيس بتاع الحلواني. تمام. ده بقى بديل للايه، الهانك والحاجات دي. بصوا ابسط طريقه واسهل طريقه هتعملي بيها السجق. فضيت بقى ايه، يعني بصوا هو يفضل تحطي شويه زيت كده في الكيس عشان يبقى سهل معاكي وانتي بتنزليه. تحطي شويه زيت بس كده جوه الكيس. وابتدي بقى ايه ان انا افتحه بالمقص من فوق،
وهشكله. اعملي بقى الحجم اللي انت عاوزاه، عايزاه صغير عايزاه طويل، زي ما انت عايزه. وعلى فكرة ممكن تعملوها كور كده، يعني مش لازم خالص، ممكن لو يعني مش هاممكم الشكل ممكن تكوريها كده وتعمليه تشوحيه برضو مع الخضار، بيبقى حلو جدا برضو، مفيش اي حاجة خالص، يعني عادي هيبقى طعمه سجق على فكرة برضو. شكلت الكمية كلها اهي زي ما انتوا شايفين على الصينية. مهم تحطي الكيس دوت علشان بس ايه يبقى سهل معاكي لما تيجي تطلعيه من الفريزر. جربوا بجد، الطريقة دي هتعجبكم جدا، ومش هتشتروا صلي على محمد عليه الصلاة والسلام، مش هتشتروا سجق من بره. دخلتها بقى الفريزر، وهبتدي بقى ان انا اجهز الخضار. جبت صينيه عندي ما حطيتش فيها يعني غير معلقه بس من الزيت، وشوحت الخضار يا دوبك بس كده يدبل، وبعدين قمت نازله بالسجق وهو متلج تمام، ما تسيبوش يفك. ربع كوبايه بس كده من الميه، ومفيش 10 دقايق وهيكون استوى وزي الفل، وزي ما انتوا شايفين والله كانت ريحته قلب البيت بقى، بالفين وبالعيش مع مكرونه، يعني مش قادره اقول لكم كان حلو قد ايه. دي كانت الوصفات بتاعتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. عملنا صينيه الكفته ديت، وعملنا السجق اللي بتمنى ان انتوا تجربوه، عملنا وصفه البفتيك، كلها وصفات موفره واقتصاديه جدا، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وقولوا لي رايكم فيها. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو لو وصلتوا لحد الاخر، بتمنى تكونوا وصلتوا لحد الاخر يعني، وتشتركوا في القناه. واشوفكم على الف خير في وصفات تانية جايه كتير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.